اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن حاجه ناس كتير قوي بتسمع عنها بس قليل اللي بيستخدمها، وهي خيط الاسنان الطبي. امتى نستخدمه وليه نستخدمه وازاي نستخدمه وايه البدائل المتاحه ليه لو هو مش متوفر. لو مهتم تحافظ على اسنانك من التسوسات وامراض اللثه خليك معايا لاخر الفيديو. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. تخيل انك لما بتغسل اسنانك بفرشه ومعجون، الفرشه والمعجون بينضفوا 60% فقط من الرواسب اللي على الاسنان. طب وباقي ال 40% دول بيبقوا مستخبيين في الفواصل اللي ما بين الاسنان، ودي صعب قوي ان الفرشه توصل لها. وهنا بيجي دور خيط الاسنان الطبي، بينضف ال 40% من بواقي الاكل اللي متراكمه ما بين الاسنان، بيقلل تكوين طبقه البلاك، ودي اول لاير، اول طبقه من طبقات الجير. والجير طبعا اشهر حاجه بتعمل تسويس ومشاكل لثه ونزيف في اللثه، وبشيله البواقي الاكل اللي ما بين فواصل الاسنان. بدوره بيمنع التسويس الجانبي اللي بيحصل ما بين الضروس او الاسنان، وده اشهر انواع التسويس. بتجيلنا الحالات في العياده الضرس نظيف وزي الفل وما فيهوش اي مشكله خالص، لكن في الم شديد. بنكتشف بعد ما نشخص نعمل اشعه نلاقي تسويس ما بين الضروس او الاسنان في الجوانب، وده طبعا بيجي من تراكم الاكل البسيط جدا جدا اللي بسهوله خيط الاسنان الطبي قادر يشيله. وبالتالي خيط الاسنان الطبي بيمنع مشاكل اللثه ونزيفها. يعني خيط الاسنان الطبي ببساطه مش رفاهيه، ده جزء اساسي من روتينك اليومي. خيط الاسنان 4 انواع. 1. خيط شمعي، وده بيكون ناعم وسهل الانزلاق كده وانه يتحرك ما بين فواصل الاسنان بحيث تعرف تستخدمه بسهوله وتعرف تشيل كل الرواسب اللي ما بين الاسنان، وده انسب حاجه ليه. طبعا المبتدئين هيبقى سهل جدا في استخدامه. 2. خيط بدون شمع، وده ميزته انه بينظف اعمق عن الخيط اللي فيه شمع، بس ده عيبه لو الفواصل اللي ما بين الاسنان ضيقه شويه فبسهوله ممكن يتقطع. 3. خيط مبطن، وده ميزته عن الانواع الاولانيه انه بيبقوا اعرض منهم وانعم منهم، وده بينفع في حالات لو عندها تزاحم بسيط في الاسنان، بيكون اسهل حاجه في الاستخدام في الحاله دي. 4. خيط بنكهه زي النعناع مثلا، وده عشان يخلي التجربه اسهل ومريح لنفسيتك شويه. وهل في بدايل لخيط الاسنان لو ده مش متاح؟ في بدايل له. اولهم توث بيكس او الفلوس بيكس اللي هو عيدان التسليك، وده متوفر في كل حته وهنلاقيه بكل سهوله وكويس جدا جدا في حاله الاطفال طبعا، وفي حاله ان انت بره البيت دايما. تاني حاجة هي خيط ما بين الأسنان اللي هي انتردنتال براشز، ودي الفرشات اللي بتنظف ما بين الأسنان وبتنفع كويس جدا جدا في الحالات اللي عندها بعض المسافات اللي ما بين أسنانها أو عندها تركيب أو تقويم. وأخيرا حاجة اسمها خيط الماء أو ووتر فلوس، ده يعني غالي شوية لكنه ممتاز في حالة الناس اللي عندها حساسية في أسنانها، أو في حالة التقويم لو مركب تقويم أو عنده مالتيبل كراونز، طرابيش كتير في أسنانه. وصلنا معاكم للجزء العملي وهو ازاي استخدم خيط الاسنان. طبعا استخدام خيط الاسنان وطريقه استخدام خيط الاسنان اهم بكتير جدا من اختيار نوعه. خليك معايا خطوه بخطوه هتعرف ازاي تستخدمه. اول حاجه هتقص حوالي 35 سم من الخيط، بعد كده هتلف اغلبه من الناحيتين على كل صباع في ايديك الاتنين. هتسيب 2-3 سم فقط من الخيط، هو ده اللي هتنظف بيه الاسنان فعليا. هتبدأ تدخل الخيط ما بين الأسنان بحركة بسيطة جدا جدا وبلطف، بحركة انك تحركه من قدام لورا إلى دخل ما بين الأسنان. هتبدأ تلف الخيط حوالين كل سن على شكل حرف سي، وأخيرا هتبدأ تمسح بواقي الأكل من بين الأسنان من تحت خط اللثة، من تحت لفوق أو من فوق لتحت على حسب الجزء اللي انت بتنظفه. وطبعا مش محتاج أقول لك إن كل جزء في الأسنان هتستخدم له قطعة خيط جديدة نظيفة. وطبعا مش محتاج اقول لك انك ما تحركش الخيط بقوه في اتجاه اللثه علشان ما تعورهاش. 1. تحريك الخيط بقوه ناحيه اللثه، قلنا ده ممنوع علشان هيعور اللثه وهيجرحها. 2. استخدام الخيط قبل استخدام الفرشه، الصح انك تستخدم الفرشه الاول وتنظف سنانك كويس وبعد كده تستخدم الخيط عشان يكمل بقيه ال 40%. 3. استخدام الخيط مره واحده اسبوعيا، طبعا ده خطأ جدا، المفروض الاستخدام يكون يوميا عشان تضمن نظافة كاملة للأسنان. ولو حسيت ان الموضوع في الاول ممل كده، دلع نفسك كده واستخدم خيط بنكهة ونعنع نفسك.
لو حصل وانت بتنظف بخيط الاسنان بعض نزيف في اللثه عادي ما تقلقش، ده طبيعي لمده اول 3 أو 5 ايام، كمل وما تقلقش. بس خد بالك لو نزيف اللثه استمر لازم زياره دكتور الاسنان، لان كده في حاجه من اتنين، يا انت بتستخدم الخيط غلط يا عندك مشكله في اللثه ولازم تتحل بواسطه دكتور الاسنان. اقدر اختصر لك الحلقه دي في سطر واحد بس. لو عايز تمنع اكتر من مشاكل 80% من الاسنان عندك استخدم الخيط بصوره يوميه. لو حاسس ان الحلقه دي فادتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديده. استناني في الحلقه الجايه، هتكلم عن غسول الاسنان، هل هو مجرد دعايه ولا ضروره؟ وما تنساش شعارنا ابتسامتك عنوانك. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.